يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر تصرفاته المثيرة للجدل في الملاعب السعودية، وهذه المرة في مباراة العالمي أمام الوحدة بكأس خادم الحرمين الشريفين. وودع النصر مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته المفاجئة على ملعبه أمام الوحدة بهدف نظيف في مباراة نصف النهائي. وخرج كريستيانو رونالدو عن شعوره بعد تسجيل الوحدة هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم الفرنسي جيان ديفيد بوغيل في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول. والتقطت كاميرات الناقل الرسمي رونالدو وهو يصرخ بصوت عال بعد هدف الوحدة في شباك النصراوية. وانفعل الأسطورة البرتغالية على نجوم نادي النصر مطالبا إياهم بالاستفاقة من أجل العودة في نتيجة المباراة. وأيضا قام كريستيانو بالتحدث مع نفسه بإشارات تدل على عدم الرضا أثناء توجهه إلى غرفة الملابس عقب نهاية الشوط الأول. كما انفعل رونالدو على الطاقم التدريبي لفريقه عقب نهاية الشوط الأول، حيث التقطت كاميرات المباراة رونالدو وهو يخرج من ملعب مرسول بارك وهو ينفعل على الطاقم التدريبي المتواجد على دكة البدلاء في وجود مدربه. وبات رونالدو قائد النصر في وضع مقلق بسبب إمكانية انتهاء موسمه الأول مع العالمي دون تحقيق أي لقب. فقبل ضياع فرصة بلوغ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كان كريستيانو وزملائه قد ودعوا منافسات كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد في نصف النهائي أيضا. كما تبدو فرص تتويج رونالدو مع النصر بلقب الدوري ضئيلة، حيث يحتل العالمي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة خلف الاتحاد المتصدر برصيد 56 نقطة ومباراة أقل. ورغم أن كريستيانو رونالدو سجل مع النصر 11 هدفا في الدوري، إلا أنه فشل في التسجيل خلال الأدوار الإقصائية في كأس السوبر وكأس الملك. شنت جماهير نادي النصر هجوما عنيفا على البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم الفريق الأول بسبب مستواه السيء أمام الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وتاليسكا البالغ من العمر 29 عاما جدد عقده مؤخرا مع الفريق الأصفر لمدة موسمين إضافيين حتى 30 يونيو من عام 2026. وفي هذا السياق كشف الإعلامي الرياضي أحمد آل مفرح عن سر أداء تاليسكا السيء في مباراة النصر والوحدة وقبلها بدرب الرياض الكبير أمام نادي الهلال. وأوضح آل مفرح في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر أن النجم البرازيلي يسهر حتى الساعة 4 من فجر كل يوم من أجل تسجيل الأغاني الجديدة الخاصة به. وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن سهر أندرسون تاليسكا حتى هذه الساعة المتأخرة يأتي منذ تجهيز الاستوديو الغنائي في منزله الخاص بالعاصمة الرياض. وفجر آل مفرح مفاجأة صادمة لجماهير نادي النصر بتأكيده على أن تاليسكا وضع شرطا في عقده جديد مع النادي يسمح له بالسهر من أجل تسجيل الأغاني. وكان الإعلامي الرياضي الكبير وليد الفراج قد كشف عن تخوف كبير داخل نادي النصر من تعمد تاليسكا تقديم مستوى سيء أمام الوحدة بسبب ارتباط النجم البرازيلي بحفلات غنائية خاصة خلال الأيام القادمة بالتزامن مع نهائي الكأس ومراحل الحسم في دوري الرشن السعودي للمحترفين. يضغط مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لحسم إحدى الصفقات العالمية الكبرى استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. والاتحاد لم يستطع تسجيل صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي الماضي يناير 2023 على خلفية قضية التفاوض مع النجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله خلال فترة محمية من عقده مع ناديه السابق النصر. وأعلنت صحيفة فوت ميركاتو إصرار الإدارة الاتحادية على التعاقد مع جناح الإيفواري ويلفرد زاها للانضمام إلى صفوف الفريق الأول بشكل رسمي. وكشفت الصحيفة عن أن الاتحاد يمتلك قوة مالية كبيرة قادرة على حسم صفقة زاها في الميركاتو الصيفي القادم. وأشارت إلى أن العقبة الوحيدة التي تقف أمام حلم العميد الاتحادي في ضم جناح الإيفواري هي رغبة اللاعب في البقاء بالملاعب الأوروبية. وزها البالغ من العمر 30 عاما يرتبط بعقد مع نادي كريستال بالاس الإنجليزي حتى 30 يونيو من عام 2023 وسط اهتمام كبير من الاتحاد بضمه. ولعب زها 455 مباراة رسمية مع كريستال بالاس منذ صيف 2014 حتى الآن، سجل خلالها 89 هدفا وصنع 76 آخرين. ويلعب ويلفرد زاها في مركز لاعب الوسط الهجومي ورأس الحربة، وتصل قيمته السوقية إلى 8 مليون جنيه استرليني. أثار فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الجدل في الشارع الرياضي السعودي خلال الساعات القليلة الماضية.
وبالنافل الذي تولى رئاسة نادي الهلال في يونيو 2019 حقق نجاحات مبهرة على المستوى الإداري والرياضي في مختلف الألعاب. وقاد رئيس الزعيم الشاب الفريق الأول للتتويج ب7 بطولات رسمية، من بينها ثلاثية في دوري المحترفين السعودي ولقبين في مسابقة أبطال آسيا. وفي هذا السياق نشر بن نافل تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر يوم الخميس الماضي يبارك فيها للشعب السعودي حلول عيد الفطر المبارك. وظهر موقع رئيس الهلال في التغريدة التي نشرها بالعاصمة الفرنسية باريس قبل أن يقوم بتعديلها بعد دقائق قليلة إلى المملكة العربية السعودية. وهذا الخطأ غير المقصود أثار التكهنات بشأن تواجد فهد بن نافل في العاصمة الفرنسية للتفاوض مع 3 صفقات عالمية كبرى. وأبرز هذه الصفقات التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والذي سيزور العاصمة السعودية الرياض في الأول من مايو القادم. وعلى الرغم من توصل ميسي الذي ينتهي عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 يونيو 2023 توصله إلى اتفاق مبدئي للعودة إلى برشلونة الإسباني حال سمحت قوانين اللعب المالي النظيف بذلك، إلا أن الإدارة الهلالية لا تزال تحاول في هذه الصفقة. وأيضا يعتبر الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أقوى الأسماء التي تتفاوض معها الإدارة الهلالية لضمه في حال فشل صفقة ميسي. وإلى جانب ميسي ونيمار يبرز اسم المدافع الإسباني سيرخيو راموس قلب دفاع الفريق الباريسي، الذي قدم الهلال عرضا رسميا لضمه، حيث دخل في منافسة شرسة لحسم الصفقة مع الغريم النصر. تلقى مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل عرضا من نادي كورينثيانز البرازيلي للتعاقد مع اللاعب ماثيوس بيريرا المعار لفريق الوحدة الإماراتية. وكان ماثيوس بيريرا قد انتقل من الهلال إلى الوحدة الإماراتية على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وحتى نهاية الموسم الرياضي الحالي. وقبل الإعارة دخل النجم البرازيلي في صدامات عنيفة مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول، والذي طلب من إدارة فهد بن نافل الاستغناء عن اللاعب. وأشارت صحيفة جلوبو سبورت البرازيلية إلى تقديم نادي كورينثيانز عرضا لنادي الهلال للتعاقد مع بيريرا. وأفادت الصحيفة بأن نادي كورينثيانز بدأ مفاوضاته مع الهلال، حيث عرض دفع 20% من راتب بيريرا، لكن إدارة بن نافل رفضت رغبة منها في أن يدفع النادي البرازيلي 40% من اللاعب. وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤولي النادي البرازيلي بأن الهلال لا ينوي تسهيل بيع ماثيوس بيريرا نظرا للتكلفة العالية في شراء عقده من ويست بروميتش ألبون الإنجليزي. وتعاقد الهلال مع بيريرا في صيف 2021 قادما من نادي ويست بروميتش الإنجليزي بصفقة قياسية بقيمة 91 مليون ريال. وخاض البرازيلي مع الفريق الهلالي 42 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، مسجلا 3 أهداف وصانعا 15 آخرين. كشف نايف القاضي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن قرار المحكمة الرياضية الدولية كاس المرتقب في طلب التدابير الوقتية لتسجيل الصفقات الصيفية الجديدة. والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عاقب الأهلي بالحرمان من التعاقدات فترتي تسجيل بشكل نافذ على خلفية قضية النجم الجامايكي لويس غرابان، ليقدم مجلس إدارة النادي طلب تدابير وقتية أمام كاس. وأعلن القاضي في تصريحات تلفزيونية بعد الفوز على نادي الساحل رفع كاس عقوبة الحرمان من التعاقدات عن النادي الأهلي خلال الأيام القادمة. وأكد المدير التنفيذي على أن الأهلي سيسجل جميع الصفقات التي تعاقد معها أو التي سيضمها في الميركاتو الصيفي القادم. والأهلي تعاقد مع 3 صفقات رسمية استعدادا للموسم الرياضي القادم 2023-2024، وهم متوسط ميدان نادي الهلال عبد الله عطيف، وثنائي التعاون فهد الرشيدي وسميحان النابت. والسماح للنادي الأهلي بالتسجيل يصعب عودة الأسطورة السورية عمر السومة إلى صفوف الفريق الأول في الموسم القادم. وفي وقت سابق ذكرت مصادر أهلاوية أن عودة السومة المعار إلى نادي العربي القطري ستكون في حال تأييد عقوبة فيفا فقط. تلقى الفريق الأول بنادي الاتحاد بشرى سارة قبل كلاسيكو الشباب المصري مساء الخميس القادم ضمن منافسة الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. وأعلن الإعلامي الرياضي قصي قادي عودة عبد الرحمن العبود جناح نادي الاتحاد إلى تدريبات الفريق الأول. والعبود غاب عن خسارة نادي الاتحاد 1-0 أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الأحد. ومن ناحيته كشف الإعلامي الرياضي فيصل الشريف عن جاهزية جميع نجوم نادي الاتحاد للكلاسيكو المصيري أمام الشباب.
وخبر الشريف يؤكد سلامة المدافع الدولي أحمد شراحيلي، والذي خرج من كلاسيكو الهلال الماضي وهو يعاني من الإصابة.